ده فيديو خاص بطلبة الصف الثالث الإعدادي. كنا عملناه زمان على رسم الدالة التربيعية، بس طبعا جيل اليومين دول مش بيبحث ولا بيدور، فقال لك عايزين فيديو على رسم الدالة التربيعية. أنت عندك دالة س بتساوي س تربيع ناقص 4، ومديك الفترة من -3 إلى 3. طبعا لازم تكون معاك الآلة الحاسبة عشان تطلع منها الجدول، وأنا مديك أنواع الآلة الحاسبة. يعني لو عندك 81 هتضغط على عمود 3، لو عندك 95 النظام بتاعها هتضغط على عمود 4، 991 أو 570 هتضغط على عمود 7. طيب تعالى ما نشوف كده. يعني انا مثلا الاله اللي معايا اهي، ادي الاله اللي معايا اهي، هضغط طبعا هنا بقى على عمود 7 عشان دي 570. هضغط على عمود 7، عملت لي اف اكس، وبعدين بعد كده هبدا اكتب الداله بتاعتي دي اللي هي اكس تربيع ناقص 4. فين الاكس مستر؟ هتروح ضغط على الالفا اللي هي دي وفتحه القوس دي، عملت لك اكس. اضغط على التربيع هتربحها لك، ادي اكس تربيع ناقص 4، ادي ناقص 4. طيب فاضل ندخل الفتره اللي هي من -3 الى 3. هتروح جاي كاتب هنا هون، هتضغط على كلمة يساوي، هتضغط على كلمة يساوي، هتقول لك هنا ستارت. هتضغط على كلمة يساوي هتقول لك ستارت. طيب يعني ستارت يعني يبدأ الفترة بتاعتك. الفترة بتاعتك كانت من -3 ل 3، ادي -3 وبعدين يساوي وبعدين كمان 3. هتقول لك الاند يعني النهاية بتاعتك يساوي. هتقول لك ستيب يعني عايز الجدول، اقولها ايوه. ادي الجدول بتاعه اهو، عايزك تبص هنا في الجدول اهو، بص -3 و5 اهو، -3 و5. وبعديها انت بتفرغ بقى الكلام ده في الامتحان، -2 و0، -1 و3، انزل 0 و4، 1 و3، انزل هتلاقيها 2 و0، وبالاخر هتلاقيها 3 و5. ده الجدول بتاعك. قول لنا لا حاسبه متشكرين جدا. هتروح بعد كده تمثل النقط دي -3 قصاد ال5. -3 اهي، اداني ماشي فوق خالص عند ال5 واحط نقطه، ادي -3 و5. بعديها -2 و0، -2 قصاد الصفر يعني على -2 نفسيها. بعد كده كانت -1 و3، -1 وتنزل تحت لعند -3، ادي -3 -1 و3. وبعد كده 2 و0 يعني قصاد الصفر بالظبط، 2 و0. بعد كده عندك 3 و5، 3 وتطلع فوق قصاد ال5، ادي 3 و5 اهي. بعد كده مثلا هتعمل ايه؟ هتوصل النقط دي بايدك، هتوصل النقط دي بايدك. بص هوصل اهو 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 اهو، ادي المنحنى بتاعي، ادي المنحنى بتاعي. انا رسمت المنحنى بتاعي. بنطالب بقى منك ايه في المنحنى؟ بنطالب منك عندك راس المنحنى، النقطه اللي ملهاش زميله. بص في الجدول كده اللي هي 0 و4 اهو، يبقى هنا كانت 0 اللي هو الاحداث السيني و4. محور التماثل هو س تساوي 0 اللي هو الاحداث السيني اللي هو الصفر اهو، صفر بالعربي. طب القيمه الصغرى، اصغر قيمه في الجدول على فكره هتلاقيها -4، -4 -3